السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم تانية اعدادي. النهاردة هنحل اسئلة كتاب الامتحان واسئلة الكتاب المدرسي على الدرس الثاني بالوحدة الاولى علوم، صفحة 68 بكتاب الامتحان. قبل ما ابدأ معاكم حبايبي اتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان اي فيديو انزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الاول: ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية مع تصويب الخطأ. يزداد الحجم الذري في المجموعة الواحدة بزيادة العدد الذري، صح. الماء والنشادر من المركبات القطبية، صح. تذوب بعض القلويات في الماء مكونة قواعد، خطأ. ليه؟ لأن تذوب بعض القواعد في الماء مكونة قلويات. المحاليل الناتجة عن ذوبان أكاسيد اللافلزات تحمر صبغة عباد الشمس البنفسجية، صح. السؤال اللي بعد كده رقم 2: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تبدأ أي دورة من دورات الجدول الدوري الحديث بعنصر نقط باستثناء الدورة الأولى. فلزي. يتصاعد غاز نقط عند تفاعل الصوديوم مع الماء، طبعا اللي بيتصاعد غاز الهيدروجين H2. ما المقصود بواحد أشباه الفلزات؟ أشباه الفلزات عناصر تجمع خواصها بين خواص الفلزات واللافلزات، متسلسلة النشاط الكيميائي، ترتيب الفلزات تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. السؤال 4: وضح سلوك كل من العناصر الآتية مع الماء. الحديد يتفاعل مع بخار الماء فقط في درجة الحرارة المرتفعة. 2. الفضة لا يتفاعل مع الماء. البوتاسيوم يتفاعل مع الماء لحظيا ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل. السؤال 5: اكتب المعادلات الرمزية الموزونة المعبرة عن تفاعل كل من ثاني أكسيد الكربون مع الماء والمغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. هنقول ثاني أكسيد الكربون مع المية. ثاني أكسيد الكربون CO2 زائد H2O اللي هي المية هتدينا حمض الكربونيك H2CO3. ثاني أكسيد الكربون زائد مية ادانا حمض الكربونيك. بعد كده عايز مننا المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. المغنيسيوم Mg زائد الحمض 2HCl هيدينا ايه؟ هيدينا كلوريد المغنيسيوم MgCl2 زائد الهيدروجين، طبعا غاز الهيدروجين بيتصاعد H2 والغاز بيتصاعد، يبقى مغنيسيوم زائد حمض الهيدروكلوريك هيدينا كلوريد المغنيسيوم زائد الهيدروجين. ثانيا أسئلة كتاب الامتحان. اكتب المصطلح العلمي. وحدة قياس عبارة عن جزء من مليون جزء من المتر، البيكومتر. مقدرة الذرة في الجزيء على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها، السالبية الكهربية. رقم 3: خاصية تحدد نوعية الارتباط الكيميائي في جزيء العنصر أو المركب، السالبية الكهربية. مركب تساهمي، الفرق في السالبية الكهربية بين عنصريه كبير نسبيا، المركب القطبي. عناصر يحتوي غلاف تكافؤها على أكثر من 4 إلكترونات، اللافلزات. عناصر تكتسب ذرتها إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، اللافلزات. ذرة عنصر فلزي فقدت إلكترونا أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي، ده الأيون الموجب. أيون يحمل عدد من الشحنات يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة، الأيون السالب. 9. عناصر تجمع خواصها بين خواص الفلزات وخواص اللافلزات، أشباه الفلزات. مركبات تتفاعل مع الفلزات النشطة مكونة أملاح الأحماض المخففة. أكاسيد فلزية يذوب بعضها في الماء مكونة محاليل قلوية، طبعا الأكاسيد القاعدية. ترتيب العناصر الفلزية تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي، متسلسلة النشاط الكيميائي. أكاسيد لا فلزية تذوب في الماء مكونة محاليل حمضية، الأكاسيد الحامضية. المركبات الناتجة من ذوبان أكاسيد اللافلزات في الماء، طبعا الأحماض. نوع من الأكاسيد تتفاعل كأكاسيد قاعدية أو حامضية وفقا لظروف التفاعل.
الأكاسيد المترددة أكاسيد تتفاعل مع الأحماض كأكاسيد قاعدية، ومع القلويات كأكاسيد حامضية. طبعا دي الأكاسيد ايه؟ المترددة. يبقى معانا 15 الأكاسيد المترددة و16 الأكاسيد المترددة. السؤال 2، اكتب الاسم الذي تعبر عنه كل عبارة من العبارات الآتية. أكبر عناصر المجموعة 1 من حيث الحجم الذري السيزيوم. أصغر العناصر حجما ذريا الفلور. مركب قطبي ينتج من اتحاد ذرة نيتروجين مع 3 ذرات هيدروجين النشادر. غاز ينتج من تفاعل الفلزات النشطة مع الأحماض المخففة الهيدروجين. محلول قلوي يحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون الأزرق هيدروكسيد المغنيسيوم. عنصران لا يتفاعلان مع بخار الماء إلا حينما يكون ساخنا وفي درجة الحرارة المرتفعة الخراسين والحديد. الحمض الناتج من ذوبان ثاني أكسيد الكربون في المية حمض الكربونيك. محلول حمضي يحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون الأحمر، برضو هنقول حمض الكربونيك. السؤال رقم 3، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. 1. أكبر الذرات حجما في الدورة الواحدة هي ذرات عناصر المجموعة 1A. أصغر العناصر التالية من حيث الحجم الذري عنصر الكلور Cl عدد الذري بيكون 17. رقم 3، أكبر عناصر المجموعة الرئيسية الواحدة في نصف القطر هو العنصر الذي له أكبر عدد إلكترونات يدور حول نواة ذرته. أكبر عدد إلكترونات يدور حول نواة ذرته هنقول 4. الفرق في السالبية الكهربية بين عنصري المركب التساهمي القطبي كبير نسبيا. تميل ذرات نقط إلى فقد إلكترونات غلاف تكافؤها أثناء التفاعل الكيميائي، طبعا الفلزات. 6. التركيب الإلكتروني لأيون عنصر المغنيسيوم عدد الذري 12 يشبه التركيب الإلكتروني لذرة العنصر طبعا Ne10 ذرة النيون. طب ليه؟ احنا معانا المغنيسيوم لما توزعه هيبقى 2 8 2. اخر مستوى للطاقة بكام يا حبايبي؟ اخر مستوى للطاقة ب2. الذرة المغنيسيوم دي هتفقد ولا هتكتسب؟ طبعا هتفقد اخر مستوى للطاقة. طب ليه؟ عشان احنا قايلين الواحد والاثنين والثلاثة الذرة بتفقد، اما الخمسة والستة والسبعة الذرة بتكتسب. هنا اخر مستوى ب2 يعني ذرة المغنيسيوم هتفقد اخر مستوى اللي هو المستوى M. هيبقى معانا المستوى K والمستوى L، يعني معانا المستوى K ب2 واخر مستوى ليه بكام؟ ب8 اللي هو المستوى L. معانا النيون اللي عدده الذرة 10 لما توزعوا المستوى K هيبقى ب2 والمستوى L هيبقى بكام؟ ب8. هنا معانا المغنيسيوم المستوى K ب2 والمستوى L ب8 ومعانا النيون 2 و8 يعني بيتشابهوا في التركيب الإلكتروني. السؤال رقم 7، التركيب الإلكتروني لذرة عنصر Ne10 يشبه التركيب الإلكتروني لأيون عنصر جميع ما سبق. طب ليه؟ احنا معانا هنا الفلور عدد الذري 9. التسعة التوزيع بتاعها 2 8 1. اخر مستوى للطاقة ب1. ذرة الفلور دي هتكتسب ولا هتفقد اخر مستوى؟ هتفقد اخر مستوى. هيصبح فيها مستويين بس للطاقة، المستوى K والمستوى L. المستوى K ب2 والمستوى L بكام؟ ب8. يعني اخر مستوى للطاقة في ايون الفلور 8. طب هنا اول هو الاكسجين عدد الذري 8 لما توزع ال8 هيبقى المستوى K ب2 والمستوى L ب6. اخر مستوى للطاقة في الاكسجين بكام؟ ب6. ذرة الاكسجين دي هتفقد ولا هتكتسب في اخر مستوى؟ هتكتسب. طب ليه؟ عشان يا مس انت قلت لنا ال5 وال6 والخمسة والستة والسبعة الذرة بتكتسب. طب هتكتسب كام؟ هنا 6 والمستوى اللي بيكتمل ب8 يبقى هتكتسب 2. يبقى في الايون هتبقى ذرة الاكسجين 2 8 عشان هي اكتسبت 2. هنا معانا ذرة النيتروجين عددها الذري كام؟ 7. لما توزع ال7 تبقى 2 5. الذرة دي ذرة النيتروجين هتفقد ولا هتكتسب؟ طبعا هتكتسب. هتكتسب كام؟ هنا 5 يبقى هتكتسب 3 عشان مستوى اللي بيكتمل ب8 الكترونات. يبقى هنا لما تكتسب 3 المستوى اللي هيبقى ب8.
طيب والنيون اخر مستوى للطاقة ب8. يبقى هنا الايون بيشبه التركيب الالكتروني في ايه؟ في جميع ما سبق. السؤال 8. في الايون الموجب يكون عدد البروتونات اكبر من عدد الالكترونات. جميع العناصر التالية من اشباه الفلزات ما عدا طبعا البروم. 10. الشكل نقط يمثل علاقة الصفة الفلزية والعدد الذري في الدورة الواحدة. طبعا الشكل ب. ليه؟ لأن الصفة الفلزية تقل لزيادة العدد الذري، يعني العلاقة بينهم علاقة ايه؟ علاقة عكسية، والشكل اللي بيعبر عن العلاقة العكسية الشكل ب. عند مقارنة اللافلزات الدورة الثانية، عند مقارنة اللافلزات الدورة الثانية بفلزاتها، فإن عدد إلكترونات غلاف تكافؤ اللافلزات بيكون الأكبر. السؤال 12. الفئة نقط تحتوي على معظم أنواع العناصر. طبعا الفئة ب. أي العناصر الآتية يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ZN ده الخراسين. السؤال 14. عند تفاعل المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف يتصاعد غاز ايه؟ غاز الهيدروجين H2. عند تفاعل اكسيد المغنيسيوم مع الميه يتكون مركب صيغته الكيميائيه طبعا MgOH الكل 2. الMg ده المغنيسيوم والOH دي مجموعه الهيدروكسيد، يبقى ده هيدروكسيد المغنيسيوم. أي مجموعات العناصر التالية تضم فلزات متقدمة في متسلسلة النشاط الكيميائي. طبعا معانا كي ده البوتاسيوم، وإن ايه ده الصوديوم، وسي ايه ده الكالسيوم، يبقى كي ان ايه سي ايه. السؤال اللي بعد كده رقم 17. لو الصورة ما كانتش واضحة هيبقى البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم. رقم 17. يحل عنصر نقط محل هيدروجين الماء من خلال تفاعل لحظي عنيف. طبعا عنصر ايه؟ عنصر البوتاسيوم. من الفلزات التي تتفاعل ببطء شديد مع الماء البارد طبعا الكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم رمزه Ca والمغنيسيوم Mg. السؤال رقم 19. كل مما يأتي لا يتفاعل مع المية ما عدا ايه؟ ما عدا الكالسيوم. الكبريت والكربون والنحاس لا يتفاعلوا مع المية، اما الكالسيوم طبعا بيتفاعل. 20. يتكون نقط من احتراق الكربون في جو من الاكسجين بيتكون ثاني اكسيد الكربون CO2. كل مما ياتي من الاكاسيد الحامضيه ما عدا ايه؟ ما عدا اكسيد الصوديوم اللي هو Na2O. تبدأ الدورة الثالثة بعناصر أكاسيدها قاعدية ثم مترددة ثم حامضية. 4. اذكر مثالا واحدا لكل من مركب تساهمي قطبي. على طول هتقول المية. عنصر شبه فلز السيليكون. فلز لا يتفاعل مع المية الفضة. أكسيد متردد أكسيد الألمنيوم. عنصر لا فلزي الكربون. فلز يتفاعل مع الماء لحظيا البوتاسيوم. أكسيد قاعدي أكسيد المغنيسيوم. السؤال 5. 1. يحدد الحجم الذري للعنصر في الجدول الدوري الحديث بمعلومية نصف قطر الذرة وهو يقدر بوحدة البيكومتر. 2. بزيادة العدد الذري لعناصر الدورة الواحدة يقل الحجم الذري. بزيادة العدد الذري في المجموعة يزداد عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات في ذرات عناصر المجموعة ويزداد الحجم الذري. أصغر العناصر حجما ذريا يقع في أعلى يمين الجدول الدوري، بينما أكبر العناصر حجما ذريا يقع في أسفل يسار الجدول الدوري. 5. تقسم العناصر إلى 4 أنواع رئيسية هي الفلزات واللافلزات وإيه كمان وأشباه الفلزات والغازات الخاملة وإيه كمان والغازات الخاملة، يعني الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات والغازات الخاملة. طيب السؤال 6. للأيون الموجب. الأيون الموجب يحمل عددا من الشحنات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات المفقودة. يحمل أيون عنصر ZN 12 شحنات موجبة عددها 2
طبعا ليه؟ لان حضرتك لو وزعت ال 12 2 8 2 اخر مستوى للطاقة بكام؟ ب2. الذرة دي هتفقد اخر مستوى ولا هتكتسب؟ طبعا هتفقد اخر مستوى وتتحول الى ايون موجب. عشان كده قلنا شحنات موجبة وعددها كام؟ عددها اللي بتفقده 2. التركيب الإلكتروني للأيون الموجب للعنصر الفلزي يشبه التركيب الإلكتروني للغاز الخامل الذي يسبقه في الجدول الدوري. 9. تبدأ كل دورة من الدورات الجدول الدوري بعنصر فلزي قوي عدا الدورة الأولى وتنتهي بعنصر خامل. يقع أقوى الفلزات في المجموعة 1A بينما يقع أقوى اللافلزات في المجموعة 7A. يبقى هنا يقع أقوى الفلزات في المجموعة 1A بينما يقع أقوى اللافلزات في المجموعة 7A. تذوب أكاسيد الفلزات في الماء مكونة إيه؟ محاليل قلوية بينما تذوب أكاسيد اللافلزات في الماء مكونة محاليل حمضية. تسمى أكاسيد الفلزات بالأكاسيد القاعدية ومحاليلها تزرق صبغة عباد الشمس البنفسجية. عنصر البوتاسيوم عنصر الصوديوم نقط يتفاعلان مع الماء لحظيا. هنقول عنصر الصوديوم وعنصر البوتاسيوم يتفاعلان مع الماء لحظيا بينما الفضة والنحاس لا يتفاعلان مع المية. يعتبر أكسيد المغنيسيوم من الأكاسيد القاعدية بينما ثاني أكسيد الكربون من الأكاسيد الحامضية. السؤال اللي بعد كده رقم 6. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها مما يلي ويمكن استخدام أي منهما أكثر من مرة. رقم 1. فرق السالبية الكهربية بين الذرتين المرتبطتين بجزيء الماء أكبر من فرق السالبية الكهربية بين الذرتين المرتبطتين بجزيء النشادر. يبقى فرق السالبية الكهربية بين الذرتين المرتبطين بجزيء الماء أكبر من فرق السالبية الكهربية بين الذرتين المرتبطتين بجزيء النشادر. الحجم الذري لعنصر السيديوم الحجم الذري لعنصر السيزيوم أكبر من الحجم الذري لعنصر الفلور. عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير في ذرات الفلزات أصغر من عددها في مستوى الطاقة الأخير في ذرات اللافلزات. عدد مستويات الطاقة في الأيونات الموجبة أصغر من عددها في ذراتها. السؤال 7. أكمل المعادلات التالية. أول معادلة معانا Mg ده المغنيسيوم زائد 2HCl ده حمض الهيدروكلوريك هيديك ايه؟ هيديك كلوريد المغنيسيوم زائد غاز الهيدروجين بيتصاعد. كلوريد المغنيسيوم MgCl2 زائد H2 ده غاز الهيدروجين بيتصاعد. هنا معانا ZN ده الخراصين مع ايه؟ هيديك ايه؟ الملح اللي هو ZnSO4. هنقول الخراصين مع حمض الكبريتيك هيديك الملح اللي هو ZnSO4 زائد H2 طبعا غاز الهيدروجين بيتصاعد. يبقى ZN ده الخراصين زائد H2SO4 ده حمض الكبريتيك هيديك ايه؟ ZnSO4 ده الملح زائد H2 اللي هو غاز الهيدروجين بيتصاعد. هنا 2Mg المغنيسيوم زائد O2 مع الحرارة المغنيسيوم زائد الأكسجين مع الحرارة ادانا أكسيد المغنيسيوم 2MgO. هنا MgO زائد H2O. هنا MgO ده ايه؟ أكسيد المغنيسيوم زائد المية هيديك ايه؟ هيدروكسيد المغنيسيوم اللي هو MgOH الكل 2. الMg ده المغنيسيوم والOH ده مجموعة الهيدروكسيد يعني هيدينا هيدروكسيد المغنيسيوم. السؤال 5. C الكربون زائد O2 الأكسجين مع الحرارة ادانا CO2 ثاني أكسيد الكربون. هنا CO2 ده ثاني أكسيد الكربون زائد H2O مع المية ادانا ايه؟ H2CO3 حمض الكربونيك. يبقى ثاني أكسيد الكربون CO2 زائد H2O المية ادانا حمض الكربونيك H2CO3.
8 أسئلة صح وخطأ بس قايل لنا مع التصويب، يعني حضرتك لازم تقول غلط ليه عشان تاخد درجتك كاملة. البيكومتر يعادل جزء من مليون جزء من السنتيمتر، طبعا خطأ. ليه؟ لأن البيكومتر يعادل جزء من مليون جزء من المتر مش السنتيمتر. السيزيوم أكبر عناصر الجدول الدوري في الحجم الذري، صح. توصف الرابطة بأنها تساهمية قطبية عندما يكون الفرق فيها السالبية الكهربية بين العنصرين المرتبطين بصفر، طبعا خطأ كبير نسبيا مش بصفر. بزيادة الفرق فيها السالبية الكهربية تزداد قطبية المركب، صح. عدد مستويات الطاقة في الأيون السالب أكبر منها في ذرته، خطأ، يساوي عدد مستويات الطاقة في ذرته. العنصر الذي يقع في الدورة الثانية والمجموعة 16 عنصر فلزي عدده الذري 18، خطأ. طب ليه؟ لأن هو قالك يقع في الدورة الثانية، معنى كده إن ليه مستويين طاقة، وقالك في المجموعة 16 طبعا ده رقمها الحديث، رقمها التقليدي هتبقى 6A، يعني معنى كده ان اخر مستوى للطاقة هيبقى ب6، وكي طبعا بيكتمل ب2 هنجمعهم هيدينا 8، يبقى الدورة الثانية يعني مستويين للطاقة. مديك المجموعة 16 رقمها ده الحديث التقليدي اللي هي 6A، يعني اخر مستوى للطاقة هيبقى ب6 والمستوى الاول هيبقى ب2، هنجمعهم هيدينا عدد الذري 8 مش 18. السؤال رقم 7، تقع أشباه الفلزات ضمن عناصر الفئة B، طبعا العبارة هتكون ايه؟ العبارة هتكون صح. المحلول الناتج عن ذوبان أكسيد المغنيسيوم في الماء يحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء، طبعا خطأ. طب ليه؟ لأن المحلول الناتج عن ذوبان أكسيد المغنيسيوم في المية يزرق ورقة عباد الشمس الحمراء مش الزرقاء. الكبريت من الفلزات التي تتفاعل مع حمض الكبريتيك المخفف، خطأ. ليه؟ لأن المغنيسيوم مش الكبريت. السؤال اللي بعد كده رقم 10، عنصر الحديد يسبق عنصر الصوديوم في متسلسلة النشاط الكيميائي، خطأ. يليه الخراسين أكثر نشاطا من الفضة وأقل نشاطا من الكالسيوم، خطأ. ليه؟ لأن الخراسين أكثر نشاطا من الفضة وأقل نشاطا من حمض الكربونيك. يذوب غاز ثاني أكسيد الكربون في المية مكون حمض الكبريتيك، صح. أكاسيد اللافلزات تسمى بالأكاسيد الحامضية ومحاللها تزرق صبغة عباد الشمس البنفسجية، خطأ. لأن أكاسيد اللافلزات تسمى بالأكاسيد الحامضية ومحاللها تحمر صبغة عباد الشمس البنفسجية.